ها منذر يا منذر. يلا بقى نيمي العيال. والله خلاص اهو يا جماعه، الجو حر يا جماعه. يلا بقى. بص، واحد من المتابعين قال لها ايه المنظر ده وبتاع، بتبص التانية صاحبتها شدت لها ايه الهدوم، التانية تقول مش تسكت بقى خلاص وتلم من دول وتفوق بقى اللي هي لابساه، تروح تمسك لها تقول لها الجو حر يا جماعة، الجو حر. طب يا فنانة الجو حر، انت جايه على نفسك ليه؟ ما كنت دلوقتي عريانة وخلاص وريحت دماغك. لو انت واحد اوكي عارف ان انت مش معجب ببنت، بس ستيل بتروح تكلمها وستيل بتقول حاجات فليرتي عشان تعلقها بيك. From the deepest part of my heart fuck you. بجد بكرهك. لو انت لو مش عايز حاجه مني وبطل ترمي these sweet compliments وتقول حاجات كده. ايه الهبل ده؟ انت مين اصلا؟ genuinely fuck you bro. حضرتك بتقولي ايه؟ انا مش فاهم اي حاجة يا جماعة، انا سمعت الفيديو كله، ان افهم كلمة ما فهمتش اي حاجة. يعني لو حد فهم هي عايزة تقول ايه يقول لي، انا مش فاهم برضو. الناس اللي بتدخل الانجليزي في العربي ده بيدخلوا لي يا جماعة، يعني دي رواشة، بيشوفوا ان دي رواشة. يعني انا مش فاهمين انت عايزة ايه بصراحة، وضح لنا عشان نعرف نفهمك، انا مش فاهم اي حاجة. ليل يا ليل يا مطار الليل، لو عايزه تونيك مفيد جدا لشعرك هيفيدك قوي، هيبقى قمر على شعرك، هيديه لمعه وحيويه. هتجيبي ورق لوري تمام. طب لازم نسمع كلام الست في اللي هي بتقوله، ان ده هيدينا نضارة وحيوية لشعرنا، لان الست دي خبرة اكتر مننا، يعني دي مجربة. أخصمك وسيبك لا وجوه الله ده برضو ضحية جديدة، ده ولد بس بينسى، يعني هو لما بينسى ان هو ولد بيتعامل على انه بنت، فبيحتاج كل شوية حد يفكره. دي غلط، العيب بقى طبعا على اهله، بينسوا يفكروه. هم كل فترة المفروض ان هم يقولوا له انت ولد انت ولد، فيفتكر ويتعامل على الاساس ده. لما اهله ما بيقولوهوش زي ما انتم شايفين بينسى وبيعمل اللي انتم شايفينه ده. وبس كده يا جماعة، عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وان شاء الله اللي جاي يعجبكم. شكرا لكم.